دي بقى اللي نقدر نسميها تورتة الغزالة الرايقة، اقتصادية وسهلة ومش محتاجة أي أدوات تزيين، وتعمليها بصي بمنتهى السهولة وطعمها ولا أروع من كده. نسمي الله ونصلي على رسول الله. معانا المج بتاع الشاي ال200 ملي، ده اللي هنعاير بيه كل المقادير. ده ربع نشا، ومعانا كوبايتين إلا ربع من الدقيق، دقيق متعدد الأغراض. أهم خطوة بقى إن احنا ننخل الدقيق والنشا، ننخلهم كويس جدا جدا، ويستحسن إن انت تنخليهم كذا مرة عشان يديكي كيك هش ولونه ابيض من جوه. وممكن كمان تعملي الخطوه دي مع اي كيك انت بتعمليه في البيت. كمان ضفت معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه الشاي العاديه دي. وهبدا انخلهم بالشكل ده زي ما قلت لكم كذا مره. اضيف كمان ذره ملح، وكده المقادير الجافه جاهزه معايا. هنروح بقى نشوف المقادير السائله اللي احنا هنستعملها في الخليط. لازم يكون عندنا عجان او مضرب عشان نعمل الكيك ويطلع معانا اسفنجي وهش زي اللي بتجيبوه من المحلات، ويمكن احلى. هنا هحط في المضرب 5 بيضات كبار عشان البياض يبقى كتير، والبياض هو اللي هيخليها تبقى هشه ومنفوخه معايا. هضيف بنفس المج كوب سكر عادي، مش بودر ولا حاجه، وهنضربهم كويس جدا مع بعض. راعوا ان السكر لازم يدوب تماما. طبعا معلقه الفانيليا الصغيره ومعلقه الخل الكبيره عشان البيض. وهنشغل المضرب على اعلى سرعه. هنضيف بنفس المج بتاعنا نص كوبايه من الميه العاديه، ميه عاديه خالص. وبرضو هنبدا نضربهم شويه مع بعض. طبعا زي ما قلت لكم احنا اتاكدنا ان مفيش سكر، احنا بنقلب الجناب بتاعه المضرب وتحت عشان لو في سكر ولا حاجه نضمن ان السكر داب تماما عشان الكيك ما يبص معانا بعد كده. هنا بقى هضيف معلقة كبيرة من محسن الجل، هتلاقوه عند الناس اللي بتبيع خامات الحلويات، وممكن تشتروا منه كميات قليلة، ممكن حتى ب5 جنيه ويعمل معاكي كذا مرة. وهو ده اللي بيديكي نتيجة الكيك او السبونش زي اللي بتجيبيه من المحلات بالظبط. اللي مش حابب موضوع محسن الجل او مش موجود عنده، هسيب لكم في صندوق الوصف السهم اللي تحت الفيديو كذا نوع من كيك السبونش انا عملته على القناة من غير محسن جل. في بدقيق السبونش، وكمان هتلاقوا طريقة بالمية المغلية ودي حلوة جدا جدا. اللي حابب يعمل بدقيق السبونش نفس التورته دي او نفس الكيكة ارتفاعها وحجمها هو بالظبط، نفس مقادير النص كيلو من السبونش كيك، هيديكوا نفس الحجم بالظبط اللي احنا هنطلعه دلوقتي. المرحلة دي هبدأ انزل بالخليط الجاف اللي معايا واحدة واحدة كده في المضرب، وهسيبهم بقى يتضربوا مع بعض كده لحد لما يختلطوا تماما، وهيبقى عندنا خليط كريمي خالص زي الكريمة اللي احنا بنعملها بالظبط بالشكل ده. اعملوا بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان توصلكوا وصفات مضمونة وناجحة جدا جدا. بصوا الخليط كده، المحسن بتاعي ناجح جدا، وطريقة الكيكة ناجحة جدا جدا بالخطوات اللي انا قلتها لكم. طول ما انتوا لقيتوا الخليط وصل معاكم للقوام ده وفتح جدا وبقى شكله كريمي، فكده اضمنوا نجاح الكيك. طبعا احنا من ساعة ما ابتدينا نشغل المضرب بنشغل الفرن بتاعنا على 180 درجة، ونظبطه على الرف في المكان الاوسط بالظبط، عشان نضمن ان تسوية الكيك كمان مهمة جدا جدا في نجاح اي كيك معانا. وطبعا مجهزين القالب بتاعنا سواء مربع او دائري بورق زبدة ضروري جدا، ومسحة زيت. لازم ورق زبدة يا جماعة، وخصوصا في موضوع التورت عشان نضمن ان الكيكة السبونج هنقلبه هيطلع معانا زي ما هو، ما يلزقش مننا في الصينية ولا اي حاجة. الخليط ياخد لحد نص الصينية بالظبط، عشان لو ارتفع معانا مش نصها بالظبط، يعني فوق النص بشوية صغيرين، يعني لازم نسيب للخليط مساحة عشان لو ارتفع ما يطلعش بره الصينية ويبهدل الدنيا. وخدوا بالكم من الحاجات دي ضرورية جدا جدا. هفضي كده الخليط بالشكل ده. الكيك يا جماعة ما بتفتحش عليه قبل 35 دقيقة او 40 دقيقة، وبنفتح الفرن شوية صغيرين ونختبره بخلة عشان الكيك ما يهبطش معانا. بس خلاص كده انا تقريبا قربت افضي كل الخليط اللي معايا. هبدا اساوي السطح بقى بتاعه بمعلقه او باي حاجه عشان الخليط زي ما قلت لكم كريمي وتقيل، فانا لازم اسويه بالشكل ده عشان تطلع معايا الكيكه سطحها متساوي. وبعد كده همسك الصينيه واخبطها خبطتين كده حلوين عشان لو في اي هوا جوه الصينيه يخرج معايا ويطلع الكيك متساوي جدا. كده دخلت الفرن ومش هشتغل فيه الا لما يخرج من الفرن ويبرد تماما. طبعا يفضل ان الكيك بتاعي اسيبه يعني تعملوه قبليها بيوم عشان الكيكة ما تنزلش منها حتت صغيرة كده واحنا بنشتغل فيها، يعني عشان نقطعها ونحشيها وكده.
طبعا هنا احنا هنحتاج لكوبايتين من الكريم الشانتيه الخام، ولازم يكون خام يا جماعه لان الخام افضل بكتير. هيحتاجوا مننا كوبايتين من الماء المثلج او اللبن المثلج، وكوب من السكر البودر، او طبعا التحليه بتبقى حسب الرغبه. احنا في شتا دلوقتي، فالكريمه دي حلوه جدا جدا، هتطلع معاكم متماسكه. لو اهم حاجه تجيبوا نوعيه كريم شانتيه تكون كويسه، مش هنحتاج اي اضافات تانية. طبعا الصيف بيبقى ليها مشوار تاني خالص لان الجو بيبقى حر، فبنحتاج بقى نحط جيلاتين وحاجات زي كده وبستري كريم عشان الكريمه تبقى حلوه وكمان تبقى متماسكه معانا لو خرجناها بره التلاجة. احنا دلوقتي زي ما قلت لكم في شتاء، مش محتاجين اكتر من كده، وهتطلع معاكم كريمه هوريها لكم دلوقتي. حتى لو قلبتوا البوله مش هتتقلب معاكم. ودي شكل الكريمه بتاعتنا، بصوا متماسكه وجميله ما شاء الله. ممكن نريحها كمان نص ساعه في التلاجة عشان تبقى متماسكه معانا وتدينا نتيجه افضل. انا قسمت الكيك بتاعي ل3 طبقات، وطبعا انا وريتكم الحاجات دي قبل كده كذا مره في الفيديوهات اللي قبل كده اللي انا هسيبها لكم في صندوق الوصف. هحط طبقه خفيفه من الكريم شانتيه، والفراوله دي انا مقطعاها لقطع صغيره. زي ما قلت لكم دي كيكه اقتصاديه سهله جدا، مش هتكلفكم غير 10 جنيه بيض، حوالي 20 جنيه كريم شانتيه خام، محسن جيلي ممكن تجيبه ب5 جنيه حتى. طبعا النشا والدقيق والسكر بيبقوا موجودين في كل بيت، ونص كيلو فراولة او كيلو فراولة بحوالي 15 جنيه. كمان مش هنحتاج اي معدات اللي هي مثلا معدات التزيين والحاجات دي، لا هي بس السكينة بتاعت الفينو عشان نقطع بيها التورتة بتاعتنا ويبقى التقطيع معانا سهل. وغير كده هنزين تزيين عادي بمعدات موجودة عندنا في البيت. اللي عملته في الطبقة الأولانية هعمله هنا برضو في الطبقة التانية. هحط كريم شانتيه وبعد كده هحط قطع من الفراولة. ممكن تحشوها بكريم شانتيه ومربى فراولة أو صوص شوكولاتة، أو زي ما انتوا بتحبوا. موضوع الحشو ده حاجة اختيارية جدا حسب الذوق. بس دي عشان الفراولة طبعا الموسم بتاعها، فأنا هعملها بالفراولة. دي بتبقى جاية دايما مع مضرب البيض، أو ممكن تستعملوا مسطرة أو أي حاجة موجودة عندكم في البيت، أو سكينة عريضة شوية عشان بس نملس بيها كده على التورته ونبدأ نسويها. دي بقى اخر طبقه معايا اللي هي بتبقى قعر الصينيه. طبعا يا جماعه انا اصلا اشتغلت فيها في نفس اليوم، فهتلاحظوا ان في حتت، هتلاحظوا ان في حتت صغيره ابتدت تنزل معايا. زي ما قلت لكم، اللي عاوز تورته بقى احترافيه من بالليل يعملها بالليل ويصحى بقى يشتغل فيها تاني يوم. انا هنا في المرحله دي مش محتاجه ان انا اجلس او املس قوي يعني، لان انا كده ولا كده هعمل فيها شكل خطوط. فايه الموضوع زي ما قلت لكم مش محتاج اي ادوات احترافيه، مجرد ان انا بشتغل بالسباتولا اللي معايا دي وبظبط بيها الموضوع، بس عشان اغطيها بالكريمه من جميع الجهات. وبعد كده هعمل بيها شكل، فيها شكل زي التعريج كده. برضو هوريكم ازاي تعملوه بطريقه سهله جدا جدا. فعشان كده ايه الموضوع مش احترافي قوي يعني. بقى كنت مقطعه الفراوله لشرايح رفيعه كده، وابتديت احط كل 3 مع بعض بالشكل ده. ما حبيتش احط فيها اي حاجة تانية زيادة، كنت حاساها انها كده رقيقة يعني، سهلة واقتصادية وشكلها حلو جدا جدا. ممكن تحطوا عليها بقى فرماسي اخضر على اساس ان هو الفروع، او تحطوا بقى عليها اي حاجة انتوا حابينها. حطيتها طبعا في التلاجة قبل ما اقطعها. موضوع التلاجة ده مهم جدا يا جماعة في التورت، بيخليها متماسكة معاكم وحلوة جدا. بصوا لما قسمتها كانت ما شاء الله ال3 طبقات باينين، وكمان قطع الفراولة اللي في النص طالعة شكلها حلو جدا جدا. جربوها بالطريقة دي، سهلة واقتصادية وشكلها شيك قوي. يلا اعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة روشا ابراهيم سيف الوحش.